بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور احمد السعداني وحلقه جديده من برنامج صيدلتك في بيتك. مهم جدا الفتره دي قوي ندي للاطفال خاصه اللي مناعتهم ضعيفه او عندهم حساسيه صدر او بيتكرر عندهم نزلات البرد والانفلونزا وبتقلب معاهم بحساسيه صدر او حساسيه جيوب انفيه. مهم قوي ان احنا نديهم ادويه الوقايه من حساسيه الصدر والتهابات الجهاز التنفسي سواء العلوي او السفلي اللي هي الجيوب الانفيه او التهابات الجهاز التنفسي السفلي اللي هو التهاب الرئوي. هنتكلم على نوعين من الادويه النهارده نستخدمهم. اول نوع في نوع بيزود المناعه عند الاطفال اللي هي عندها حساسيه صدر او التهابات جهاز التنفسي زي الليليبيليكياس، وده تركيزه 4 مللي جرام بيتاخد مره واحده بعد العشاء لمده شهر او 3 شهور على حسب حده المرض. يعني لو المرض مش شديد قوي او الحساسيه مش شديده قوي يبقى شهر واحد، لو شديد وبيعاني طول فتره الشتاء يبقى 3 شهور افضل ليه. طب يا دكتور انا طفلي مش بيبلع الاكياس ديت وما بيحبهاش على الزبادي، هقول لك في منها اقراص تركيز 4 مللي جرام. ده لو الطفل اقل من 4 سنين بتبقى راس مضغ، ولو الطفل اكبر من 4 سنين او 5 سنين بيستخدم الاقراص التركيز ال 5 مللي جرام برضو مره واحده بالليل بعد العشاء. دي بالنسبه للجزء ده. الجزء الثاني عبارة برضو عن أكياس بتحفز المناعة بتاع الجسم للوقاية من الميكروبات اللي بتصيب الجهاز التنفسي أو لا قدر الله بتعمل التهاب رئوي عند الأطفال. ودي عبارة عن البرونكوفاكسوم أكياس، ودي عبارة عن الفيروس بيبقى خامل أو ميت بيدخل الجسم بيتعرف عليه بينتج أجسام مضادة، فبالتالي لما بيحصل الإصابة بعد كده بالفيروس دوت الجسم بيبقى متعرف عليه وبيبقى عنده مناعه انه يقدر يتعامل مع المرض ده، وما بتبقاش بنفس الحده او الشده اللي كان بيصاب بيها قبل كده، والمرات اللي بيتكرر فيها الاصابه بتبقى اقل بكتير. الاكياس دي برونكوفاكسوم اكياس بنستخدمها برده مره واحده بالليل. بس طريقه استخدامها ازاي؟ بنستخدمها لمده 10 ايام لمده 3 شهور، يعني 10 ايام من الشهر ده ونريح ال 20 يوم، و10 ايام بعدهم نستخدمها ونريح 20 يوم، و10 ايام بعدها نستخدمها ونريح 20 يوم، يعني 3 شهور اول 10 ايام من كل شهر. الميزه اللي فيها ان هي بتدي مناعه للجسم لمده 6 شهور قدام. بكده يبقى حافظت على جهاز المناعه لطفلك. الاطفال اللي بيتصابوا بحساسيه صدريه او جيوب انفيه او لا قدر الله بارتهاب رئوي او ربو، حافظت عليهم باستخدام الادويه ديت اللي بترفع من المناعه عندهم وبتقلل الاصابه للجهاز التنفسي. جربها وادعي لي. شكرا.